الكثير من الكلام يثار إلى غاية هذه اللحظة عن البلد الذي سيحتضن نهائيات كأس إفريقيا نيابة عن المغرب التي تكون قد تقدمت بطلب إعفائها تماما وليس بطلب التأجيل. في البداية طلبت التأجيل، ولما لاحظت بأن الكاف في إجابتها الأولى بأنها لم تبدي أي ليونة وأصرت على تنظيم الحدث في موعده لأنه لم يسبق لنهائيات كأس إفريقيا وأن تأجلت منذ نشأتها في سنة 1957. المغرب يبدو أنه طلب إعفاء من تنظيم نهائيات كأس إفريقيا كلية، وبالتالي كان فيه كلام في الأيام القليلة الماضية عن السودان وعن جنوب إفريقيا وحتى عن مصر لاحتضان هذه التظاهرة في شهر يناير المقبل. الأمر يتطلب بلد جاهز من مجاميعه كما يقال، يعني جاهز في كل المجالات المادية والفنية والتقنية كذلك. جنوب افريقيا يبدو الاقرب الى ذلك لانه هو اللي نظم اخر الدوره ما قبل الاخيره، عفوا الدوره الاخيره في سنه 2013. الكره في الخطا، صفر حكم المباراه.